الطالب عمر. هو كان في الكلية واتقبض عليه وكان ماشي في الطريق، وطبعا ضاعت عليه سنة دراسية، وهو حاليا معتقل بدون أي تهمة وبدون أي سبب. أنا عايزة أعرف بس إيه ذنب ابني إن أنا أتحرم منه الفترة دي كلها بدون وجه حق. فهو في برج العرب بقاله حوالي أكتر من شهر، وممنوع من أبسط الحقوق الآدمية اللي ممكن أي إنسان يتمتع بيها. لا هو قاتل ولا هو سارق ولا هو ارتكب أي جرم يتحاسب عليه. ف يعني آخر مرة زرته خلال الأسبوع اللي فات ده كان ممنوع منه الزيارة، ممنوع دخول المياه، بيقطعوا عليهم الكهرباء من الظهر لغاية المغرب. يعني حسب ما اتحكى لينا ان هم كل احتياجاتهم الشخصيه خدوها وتخلصوا منها، وكانوا راجعين من المحكمه واعتدوا عليهم بالضرب بعد ما رجعوا للسجن. فالاولاد قفلوا عليهم الباب علشان ما يدخلوش يكملوا اعتداء عليهم. فطبعا رشوا عليهم مياه من الشبابيك بتاعة السجن، ورموا عليهم قنابل غاز، لدرجة ان في بعضهم اغمى عليه حسب ما ابني حكالي، وان هم يعني كب عليهم ميه من الشبابيك بتاعة غرفة من شبابيك الزنزانة، وغرقوا لهم الزنزانة عشان ما يعرفوش يناموا، زائد رش عليهم قنابل غاز، وبعضهم اغمى عليه ودوه المستشفى، وبعد كده خدوهم من المستشفى حطوهم في حبس انفرادي مع الجنائيين كعقاب ليهم يعني. فاحنا مش عارفين ايه اللي ابنائنا ارتكبوه علشان يتعاملوا المعامله دي. يعني اللي بيسرقوا واللي بيبيعوا مخدرات ما بيتعاملوش بنفس المعامله اللي ابنائنا. احنا ابنائنا متعلمين، ابنائنا متربيين تربيه يعني رائعه، وبيحبوا بلدهم وبيحافظوا على بلدهم. فاحنا نفسنا حد من اللي بيدعوا حقوق الانسان ان هم يجوا يزوروا هذه الاماكن ويشوفوا فعلا المساجين بيعاملوا بالمعامله السيئه دي ليه. فطبعا احنا لا نعول على حقوق الانسان اللي موجودين في مصر، لانهم مع الانقلابيين قلبا وقالبا. احنا حاليا بنعول على جمعيات حقوق الانسان اللي هي في الخارج، لو تيجي وتوثق الكلام اللي احنا بنقوله ويشوفوا هل الكلام ده صدق ولا مش صدق.